بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كويسين وفي رمضان فرحانين ومبسوطين، والفيديوهاتنا مشاهدين حلوين كده. كملوا الفيديو للآخر بقى عشان أنا مش هظهر إلا في آخره. النهاردة بقى معانا ايه؟ معانا يومنا النهاردة عند ماما جايبه لنا سمك وجمبري، وعملت الدقة هي بتاعة السمك، وهتعمل لنا بقى سلطة، وهنعمله جمبري ده بقى شوربة سي فود كده، هيبقى تحفة 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 تحفة. النهاردة اليوم بقى بصوا كان يوم جميل والله العظيم، بس النهاردة اليوم بقى برعاية ايه؟ ماما ومرات اخويا. انا هحضر في الاخر بس، لكن هما اللي هيعملوا كل حاجة، يعني مش هتشوفوني الا في اخر الفيديو. فاليوم النهاردة برعاية ماما بقى ومرات اخويا. بصوا هنا ماما بقى ايه، هي كانت جايبة السمك متنضف جاهز وغسلته غسلة حلوة كده بقى، وعصرت عليه ليمون، وهتملحه وتعصر عليه ليمون تاني. طبعا التمليحة بتاعت السمك كل الناس عارفاها، شطة وكمون وملح وكده، يعني الحاجات دي. حبشتك انا دي شطة خضرا ماشي وتوم، شطة حمرا ماشي. ماما عندها اللي هي هريسة الشطة دي بتعمل بيها. خلت السمك زي ما انتوا شايفينه كده. بصوا بقت الدقة رشتها عليه على الوش كده. بصوا تحفة. هتعصر بقى عليه الليمون كده، ويعصر عليه ليمون كمان بعد ما اتغسل، وطلع جميل 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 جميل. هنا بقى مرات اخويا، انا والله العظيم انا اللي بشرى لها البصل والجزر ده، اقسم بالله انا اللي عاملاه، وخلوني عيطت، بس يلا مش مشكله. ماما بتعمل السلطه، ومرات اخويا طبعا محضره هي البصل والجزر، إيه وكده، ايه قيمه فص كده توم، مهروس وكمون بقى وملح وليمون، عشان هتعمل لنا بقى الجمبري. بص ماما عملت سلطه خضراء، حطت طماطم وحطت خيار وحطت جرجير وحطت شطه، وحطت لنا بصل على السلطة. قالت ايه؟ عشان تفطروا وتناموا. بس احنا ما نمناش برضه. هو اي نعم احنا كده كده كلنا، ما كلناش بناكله يعني، كلنا كتير، كلنا شوية بناكله وبنتيس، نحس ان احنا خلاص بقى ما احناش قادرين. بس الواحد بقى بيقوم على المطبخ يخلص المواعين وكل حاجة، عشان ايه؟ لو جسمه ريح بقى وما قدرش يقوم، يبقى ايه؟ يبقى خلاص. طبعا نذكر الله في كل وقت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماما هنا هتعمل رز صيادية، حاطة بصل على النار بتحمرها. مرات أخويا هربت على بره وأنا رحت وراها، وآسر بيقول لكم حطوا لايك. بصوا بقى، هتعمل لنا ايه بقى؟ سلطة فواكه، فروت سلطات. بس فروت سلطات ايه يعني؟ بحاجات بسيطة كده من الموجودة عندنا في البيت، يعني مش لازم الحبشتكنات والحاجات الياما اللي بتحطوها دي. الموجود عندك اعملي بيه. كان عندنا فراولة وعندنا موز، قطعناهم على بعض وحطينا عليهم عصير مانجا، وكان تحفة. طبعا عندك اناناس قطعي، عندك رمان حطي، عندك تفاح حطي. كل واحد بيعمل بالموجود عنده، باللي على قد ايده. احنا في ايام صعبة شوية والحاجة غالية، فانت الموجود عندك اعملي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجة. حاجات مفيدة لولادك اهي تعملها لهم على قد الامكانيات، وبالهنا والشفا. بصوا طبق تحفة وبألف هنا وشفا، كان جميل جميل جميل. مش لازم ان انتي لازم خمس ست صناف فاكهة، صنفين اهوت وعملنا بيهم، وكان زي العسل. وكان فيه طبعا عصير مانجا باقي من امبارح فضيناه عليه، زي ما انتم شايفين كده، وكان تحفة وجميل وبالهنا والشفا. مشي نفسك بالموجود عندك، ما توقفيش نفسك على حاجة، وما تبصيش لغيرك علشان ما تتعبيش. ده غيري عامل بكذا وكذا وكذا وكذا، ده غيري جايب 2 كيلو جمبري، وجايب معرفش صبيت، وجايب مش عارفة ايه. اعملي على قدك. هنا ماما حمرت البصلة، حطت عليها المية، المية غلت هتسقط عليها الرز. وهنا كانت السلطة والسمك متملح وجاهز اهو زي الفل. بصوا كانت أكلة بقى تحفة. ماما هتحط الرز اهي، وصلوا على النبي كده في كل وقت. صلوا على النبي. بصوا الصلاة على النبي دي بركة يا جماعة، بركة بتطرح البركة في كل حاجة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا هنا بقى شوية شطة خضرة، وعندك شطة حمرا وملح وكمون. طبعا فضينا كل ده كده على الجمبري. دي طبعا برعاية بقى مرات اخويا بقى، هي اللي عملته. مرات الاخ الحنينة رزق يا ولاد، انا بذكرها في كل فيديو والله. هي فعلا حنينة، ربنا يبارك لها في ولادها يا رب. وحطينا بقى كل حاجة اهي، كل ده ونص ليمونة اهيت، وكل ده بقى مع بعضه كده يتقلب تقليبة حلوة، ويترفع على النار. بعد ما يتشوح ويدي بقى اللون الأورنج الجميل ده، هنزوده المية بقى عشان نعمله شوية شوربة. وكانوا شوية شوربة صراحة تحفة. تسلم ايد اللي عملته والله، كان تحفة. بصوا تبليه كده كله مع بعضه الأول، كل حاجة، وبعدين ترفعيه على النار. الجمبري ده يا جماعة الكيلو عامل 200 جنيه. الكيلو ب200 جنيه.
والسمك ده يا جماعة النهاردة الكيلو ب80. الكيلو ب80، ال2 كيلو ب160. ماما جايبة 2 كيلو ب160، والجمبري الكيلو ب200 جنيه. بألف هنا وشفا. ربنا يخلي لنا ماما ويديلها الصحة والعافية وطولة العمر يا رب، تعيش وتجيب لنا وتعمل لنا. بصوا هنا بقى الجمبري بدأ ان هو يغير اللون بتاعه، يدي بقى اللون اللي هو الاورنج الجميل ده. شايفين الفيديو ده يا جماعة؟ بالله عليكم عايزاكم توصلوا لأكبر عدد من اللايكات عشان خاطر ماما. الفيديو ده ماما هي اللي عاملاه، والفيديو ده عندها وهي اللي بتعمل الأكل اهي. وبصوا دي المساحة دي بتاعتي، لسه شارياها جديدة وما خدتهاش من عندهم، سايباها تحت لسه لغاية دلوقتي ما خدتهاش. ما علينا يعني، مش مشكلة، هزلهم بيها كده كل شوية. بصوا بقى هنا الرز اهو بتقلبه، والجمبري على النار، والدنيا بقى تحفة ما اقولكوش بقى. بصوا ماما هي بقى بتحمر السمك، ماشي، والرز كان خلاص بقى دخل في السوا، والجمبري كان خلاص خلص يعني، والحمد لله. يا دوب زودناه بس كان بيتشوح كده، زودناه. هنزوده بقى شوية مية عشان نعمل له شوية شوربة. بس بصوا غير اللون بتاعه كله اهو بقى زي الفل. بصوا ماما بتقلبه ازاي، والله العظيم ماما دي ما في زيها في الدنيا يا جماعة، شاطرة شطارة. بصوا بقى الرز الصيادية، رز الصيادية ده الرز اللي ابو بصلة او الرز الاحمر. هنا بقى نزود الجمبري بقى كوبايتين مية كده عشان نعمله شوية شوربة، وكان تحفة تحفة تحفة. الفيديو ده يا جماعة تعملوا عليه لايكات كتير، وتدعوا دعوة حلوة كده لماما من قلبكم، ولعل الله يستجيب لكم. ادعوا لها دعوة حلوة عشان هي بتحبكم، بتدعي لكم كلكم والله، وبتشوف التعليقات بتاعتكم عليها بتفرحها جدا وبتبسطها جدا. وهنا كان خلص الأكل بتاعنا، شايفين المنظر تحفة. بصوا تحفة. كنا هنا هنغرف الرز خلاص، وكنت بحضر بقى ايه سلطة الفاكهة كده زي ما انتم شايفين، الفروت سلطة. كنا بقى خلاص الفطار فاضل عليه 5 دقايق. بصوا كان خلاص الفطار فاضل عليه 5 دقايق. ما تنسوش يا جماعة طبعا في الأيام الجميلة اللي احنا فيها ديت، لو انتي مستنية تفرحي فرحي الناس اللي حواليكي، مستنية نجبر بخاطرك اجبري بخاطر الناس اللي حواليكي، مستنية تنجحي ارفعي من شأن الناس اللي حواليك عشان ربنا يرفع من شأنك، مستنية الذرية الصالحة ادعي لغيرك بالذرية الصالحة ربنا هيديها لك بإذن الله تعالى. أي حاجة انتي مستنياها، مستنية حد يدخل على قلبك السرور، ادخلي انت السرور على قلب المسلم ولو بكلمة. مش لازم ان انت تفرحي البني ادم اللي قدامك ماديا بفلوس او باي حاجة، ممكن تفرحيه بكلمة بضحكة، ممكن تفرحيه بسؤالك عليه، ممكن تفرحيه باهتمامك بيه. اجبروا بخاطر بعض، احنا في ايام مفترجة وفي ايام حلوة، وسامحوا بعض يعني، سامحوا واصفحوا، اصفحوا، واللي عدى عدى، اللي عدى عدى كده ايه. كلنا نغفر لبعض، ده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا، احنا مش هنغفر لبعض. لازم نعدي يا جماعة عشان نعيش في سلام نفسي، ونعيش في سلام نفسي وتبقي مرتاحة نفسيا ومرتاحة يعني معنويا ومرتاحة من كل حاجة. لازم تعيشي في سلام نفسي. هنا بقى كان خلاص اهوت الفطار أزف، وحضرنا الفطار بتاعنا وشوية الشوربة التحفة دولت. وما تنسوش يا جماعة تذكروني أنا وماما بدعوة كده حلوة من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. كده بيكون خلص الفيديو بتاعنا. أسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.